بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنعم علينا بالنعم وأرباها، وأنزل إلينا كتابا كالشمس في ضحاها، على قلب نبي كالقمر إذا تلاها. من تبع هدايته سار في ضوء النهار إذا جلاها، ومن ضل عنه تخبط في ظلمة الليل إذا يغشاها. فبالذي رفع السماء فأعلاها، وبسط الأرض وطحاها، أن المفلح من زكاها، والخائب من دساها. وأشهد أن لا إله إلا الله، لا خالق غيره ولا رب سواه، المستحق لجميع أنواع العبادة، ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه. من اعتصم به نجاه، ومن فوض إليه الأمر هداه، ومن توكل عليه أسعده وأغناه. القوي من قواه، والغني من أغناه، والولي من ولاه، والحي من أحياه، وكلهم يفنى ويبقى الله. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحباب، أحباب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، يقول الحق جل وعلا في محكم التنزيل وهو أصدق القائلين: كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. نعم أحباب رسول الله، نحن أمام حقيقة لا مفر منها، إنها الموت، كتبها الله عز وجل على جميع الخلائق. الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون. الله عز وجل يقول لحبيبه صلى الله عليه وسلم: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. نعم أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه نهايتنا جميعا، طال بك العمر أو قصر، فكل شيء يهرب منه الإنسان في هذه الحياة يتركه خلفه ويمضي، إلا الموت، فما هرب منه إنسان إلا ووجده أمامه. قال الله عز وجل في كتابه: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. نعم أحباب رسول الله، علينا أن نستعد للقاء الله عز وجل، علينا أن نعلم أن هذه نهايتنا جميعا، طال بك العمر أو قصر، فأنت لست أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيا عبد كم يراك الله عاصيا، حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، أنسيت لقاء الله واللحد والثرى، ويوما عبوسا تشيب فيه النواصيا،
ولو أن المرء لم يلبث ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا. ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله بيننا حيا وباقيا، ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. اتقوا الله أحباب الله، اتقوا الله فقد كفى ما كان، اتقوا الله فقد طال بنا زمن العصيان، اتقوا الله فحالنا لا يرضى به الواحد الديان، اتقوا الله فإنه من اتقاه وقاه. لا يسعنا في هذا المقام إلا أن نقول رحم الله فقيدنا، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، اللهم أكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، اللهم نقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم أفسح له في قبره مد بصره، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النيران. اللهم شفع فيه القرآن، اللهم شفع فيه الصيام، اللهم شفع فيه خير الأنام. اللهم اجعل هذه الليلة خير لياليه، وابعثه آمنا مطمئنا يوم القيامة، واسقه من يد حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا يظمأ بعدها أبدا. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر اللهم لنا وله ولسائر المسلمين. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.